ليه الناس الشاطرة مش بتعرف تجيب عملاء؟ وليه دايما بيبقى في ناس أقل من الناس الشاطرة كده وبتجيب بدل العميل 2 و3 و10؟ هل في سر في الموضوع؟ في الحقيقة في شوية حاجات كده هقولك عليهم. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. لو ما تعرفنيش فاحب اعرفك بنفسي، انا سالم رزق وبقدم محتوى تقني وهيفيدك بشكل كبير جدا ان شاء الله باذن الله. في الفيديو ده انا لازم اعرفك على شويه حاجات كده، ازاي تعرف تجيب عميل لو انت شغال فريلانسر. في الحقيقه انا عارف انت بتعمل ايه كويس جدا، انت مش بتقصر، لان انا من فتره كده عديت باللي انت بتعدي بيه بشكل كبير، وللاسف محدش فادني ولا حد عرفني. انا جاي انقل لك الحاجات اللي انا اتعلمتها، وعلى مدار سنة واتنين، مش يوم ولا اتنين. ايه اللي كان بيحصل؟ اللي كان بيحصل ان انا كنت بدخل جروبات، وطبعا انتوا عارفينها كويس جدا، وافضل مثلا ايه ابعت لده وابعت لده، وتلاقي مثلا واحد ينزل حاجة وليكن عايز يعمل ويب سايت، تلاقي لا اله الا الله بعتت له، خلاص انت اتقفلت وما عادش عارف تعمل ايه. انا هقول لك على شوية حاجات هتعملهم وباذن الله هيجي لك عملاء كتير. اول حاجة قبل اي حاجة كده انا عايزك تصلي على النبي. اول حاجة لازم تعملها، لازم تهتم بالبيج بتاعتك على الفيس او الصفحة. لو انت واحد شغال فريلانسر او عمل حر، فما ينفعش يبقى عندك صفحة شخصية حاطط لي عليها فيديوهات مثلا، اغاني او صور ليك، ومش بتقدم المحتوى بتاعك او بتقدم الخدمة بتاعتك في البيج دي. انا كعميل اول حاجة انجذب ليها هي الصفحة. ايه اللي بيميز ده عن ده؟ ان ده صفحته شكلها كويس وبيقدم خدمة، وكمان الثقة. يعني انت متخيل، انا واحد من الناس عايز اعمل ويب سايت، ابسط ما فيها انا نزلت مثلا بوست على الفيس وكذا حد بعت لي، انا دخلت لده لقيته صفحة عشوائية، ودخلت لده لقيت صفحته منظمة، اكيد انا وانا مغمض كده هروح اختار اللي صفحته منظمة. فاهتم ببيج الفيسبوك بشكل كبير. هنروح بعد كده لتاني نقطة، ودي من أهم الحاجات، وهي البورتفوليو. أيوة، البورتفوليو حاجة مهمة جدا، لازم يكون عندك بورتفوليو كويس جدا. ومش معنى كويس إن يبقى مليان مشاريع والشغلانة دي، لا 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 لا. أنت تعمل بورتفوليو ليك وركز في تخصص واحد، مجال واحد. أنت بتقدم تصميمات، ركز في التصميمات. انت بتقدم برمجة، ركز في البرمجة. انت بتقدم اي خدمة، ركز فيها، حاجة واحدة بس. طيب انت دلوقتي عملت البورتفوليو، حط فيه مشروع او اتنين. حتى لو ما عملتش مشاريع خالص قبل كده، اعمل مشروع او اتنين لأي حد ببلاش واديهم له. حتى لو مش هتديهم له خليهم معاك، بس لازم يكون عندك على الأقل اتنين. تمام. هنيجي بقى بعد كده لحاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي الإعلان الممول أو أدز فيسبوك. هتيجي تقولي انت جاي بقى تدفعني كتير وانا بقولك مش لاقي عملاء وانت عايز تخسر. في الحقيقة لا، اول وافضل واسرع حل تقدر تجيب بيه عملاء هو الاعلانات الممولة. ومعنى انك تعمل اعلان ممول مش هكلفك كتير، ده انت ممكن تبدأ بميزانية قليلة جدا خالص. اعلان ممول ب 200 جنيه يقدر يجيب لك عميل او اتنين، انت متخيل؟ بدل ما تتعب نفسك. والله زي ما بكلمك كده. طيب انا ما بعرفش اعمل اعلان ممول، يا سيدي مفيش اي مشكلة، ابعت لي وانا اعمل لك الاعلان الممول. اتعلم اعمل اعلان ممول، على فكرة الموضوع بسيط جدا مش صعب. طيب انا دلوقتي اركز على ايه؟ انت دلوقتي ما تشتتش نفسك وركز انك تجيب عميل او اتنين في الشهر. الموضوع بسيط جدا. هتعملها ازاي؟ لازم يكون ليك وجود على السوشيال ميديا. تخيل بتقدم خدمة وملكش وجود على السوشيال ميديا، امال الناس هتثق فيك ازاي؟ لازم يكون ليك وجود على السوشيال ميديا علشان الناس تثق فيك. طيب انا دلوقتي عملت الاعلان الممول وجاب لي عميل كويس جدا، ما تكلموش بقى بطريقة تقنية. يعني ايه؟ يجي بقى العميل يكلمك علشان يستفسر او يعرف انت هتقدم له ايه، تيجي بقى انت مكلمه بشكل تقني، تفضل تكلمه عن المهارات بتاعتك. يا سيدي العميل مش عايز يفهم مهارة ولا يعرف مهاراتك، العميل عايز يعرف انت هتقدم له ايه. وليكن مثلا ويب سايت، والله انا عايزك تعمل لي حاجة توفر عليا تعب ومجهود، ان انا كل شوية ببعت صور لحد وببعت اسعار. فانت هتقول له انا هعمل لك حاجة توفر عليك كل ده وبس، توضح له الدنيا. انت مش مطلوب منك انك تشرح مهارات، انت مطلوب منك انك توضح له هو هياخد ايه. اظن الطريق بقى معروف، وازاي هتقدر تجيب عميل واتنين وعشرة وعشرين. على فكرة الموضوع بسيط جدا. الاعلان الممول هو رقم واحد في انك تجيب عملاء، بدل ما تروح على الجروبات وتفضل تستنى ان يجيلك منها عميل ويا عالم هيجي ولا لا. فانا لخصت عليك الموضوع في كام حاجة بسيطة، ويا ريت تعملها وان شاء الله باذن الله هيجيلك بدل العميل 2 و10. انا بس عايز اختصر عليك كل ده. الاعلانات الممولة هي الطريق رقم واحد
للعملاء. انت هتجيب العملاء بتوعك اللي مهتمين بالخدمة بتاعتك من خلال الاعلانات زي ما قلت لك. فانت اهتم بالبورتفوليو بتاعك والبيج بتاعتك واعمل اعلان ممول، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك بدل العميل 2 و3 و10. انا بس عايز اقولك على حاجة، انا مش عامل الفيديو ده كده وخلاص عشان اجمع عليه شوية مشاهدات. انا عامل الفيديو ده علشان احل بيه مشكلة حقيقية، ولو انت وصلت لهنا فانا عايز منك رد على الحاجات اللي انا قلتها لك تنفذها، وبعد اسبوع، بعد شهر، بعد شهرين تيجي تبلغني بالنتيجة ان شاء الله بإذن الله. انا هبقى في انتظارك. ولو عندك اي مشكلة عايز تحلها كلمني في جروب التليجرام اللي احنا عاملينه، وهنرد عليك ونحل المشكلة مع بعض ان شاء الله. واشوفك على خير في فيديو جاي ان شاء الله.